موظف بيتكتب له موظف، وده زي التاشيره بالظبط بيتجدد سنويا. شايف؟ حلو. بيتجدد سنويا. هذا حق ايش؟ ده حق العمل. انت صاحب شركه وصاحب مشروع لازم يكون عندك واحد زي ده. هتشتغل وانت عامل لازم يكون عندك واحد زي ده. طب عامل تشتغل وين؟ في اي مكان. في تايلاند، مطعم، اي شيء. بس تشتغل في المطعم نفسه. يعني انا دلوقتي يتعمل لي كارت عمل ان انا شغال عند ابو سالم، ما ينفعش اشتغل في اي مكان تاني. لو اتقفشت في اي مكان تاني غير ابو سالم ادفع غرامه. حلو. طب كارت العمل ده الواحد يقدر يشتغل عند كام واحد؟ ربنا يديك الصحه. لو تقدر تشتغل عند 6 اشتغل، وكل واحد يعمل لك ان انت شغال عنده، بس اهم حاجه مواعيد الساعات تكون مختلفه. يعني عند ابو سالم من 1 ل 5، عند سيد العمده من فهمتني؟ بس فتايلاند حلوه، بس اهم حاجه اللي يحفظ قوانين. قوانينها سهله جدا وجميله، بس عشان الناس ما تعرفش بتقول صعب. ولكن اللي بيحزنني الفتره اللي فاتت، وده اللي انا زعلان عشانه وربنا يهدي عباده، ان في ناس بتستغل الناس الطيبين عشان ياخدوا فلوسهم، وتعالى اما اعمل لك وتعالى اما اسوي لك. اولا ما حدش يقدر يخدم حد في الفيز، لان عليها رقابات عاليه، كلهم بيراقبوا على بعض. هتعمل في زينب بتايه، البتايه دي لها محافظه، لازم الورق يتوافق عليه هنا ويروح تشبر يتوافق عليه، ولو توافق عليه من المحافظه لازم يروح الرئيسي بنكوك يتوافق عليه، وبعد كده يرجع من بنكوك على زين. بغيت اسال الناس اللي بيسوون ليسن سيكل ماكينه على قولتك او سياره شلون؟ بص برضه برضه في ناس برضه لعبت في القضيه دي كتير قوي سبحان الله، والناس عشان طيبه بتصدق. سمعت ارقام مهوله، سمعت 10 و15 وارقام يعني مش عارف ليه كده، بس مش عارف اقول ايه. السيكل والسياره الليسن. هرد بس على التليفون لما اوصل. خليه بعد شوي، خلينا نخلص وبعدين نسوي. هلو هاو ار يو؟ هلو هاو ار يو؟ مي اوت سايد اونلي 10 minutes I come back. Me outside, said my friend. After I come, you give my friend me. You understand the shop for me. Put outside. Put outside. After me I come. والله خطير بالانجليزي. يا جماعة. No. Me said my friend. والله يا جماعة أحبه. وناس يتكلمون بالخطأ، طبعا تقول له مصري يعطيك كلمة غير. يا أخي في خليجيين فرفس. اوكي أصابعك مش سوا، هذا غير. قلبه عسل. لقيت كل الناس اللي يتابعوني يتابعونه. عادي. لو واحد جايب لي شيء المهم تستاهل. كنا بنتكلم في نقطة ايه؟ أنا قلت لك آخر شيء قلت لي على في لا أنت كنت بتتكلم في حاجة ثانية بعد كارت العمل. سألني في سؤال مهم قوي بس أنا نسيت. اللهم صل على سيدنا محمد. الماكينة. الماكينة. سمعنا أرقام 10 و15 عليها يا جماعة. ده بتتكلف كلها 1000 بات. البات. زين إذا أنا رحت حق ذول الفحص وهذا لازم يسوي لي فحص وهذا، بس في ناس يقول لك أنا أخلصك. أنا هقول لك أهو. تمام. تفضل. برضه طلعت فيها ناس برضه للاسف كلها عرب، يعني الحاج بيعمل الكلام ده اللي احنا بنضحك على بعض عشان نضحك على بعض وناخد بعض فلوس. الكلام ده مش مظبوط. انت تروح الفحص بنفسك، اول ما تروح هناك فهمتني؟ موظفه تجيب الليسن مالك الكويتي او السعودي او اي واحد يمشي. الليسن الكويتي اي ليسن دولي حلو تمشي بيه هنا. اوكي كابون كاب تو كابون كاب. زين. الليسن كله بيتكلف، كله بورقه وقصته. هو بيسالك الاول انت عايزه الموتوسيكل وسياره، ولا عايزه موتوسيكل بس، ولا عايزه سياره بس، بيخيرك. فطبعا اعملوا الاثنين، يبقى عندك ده وده. بشرط لو راكب السياره توريه له راكب الدباب، مش عارف تقول الدباب السيكل، فهتعملوا الاثنين. كم ياخذ؟ 3000 بات. اثنينهم؟ الاثنين. هو مشترك، واحد بس مشترك. واحد مشترك. لو انت راكب يعني السيكل بتوريه، لو انت راكب العربيه بتوريه. دفتر واحد. هو واحد بس. زي كده. ايوه هو واحد مفيش غيره. لانه بيخيرك، بيقول لك للسيكل ولا للموتوسيكل، ولا عايزهم الاثنين تبقوا زين. في شغله ثانيه بعد ولا خلاص؟ تمام. ادي النقطه دي مفيش. بتخش تقدم الاوراق، مش هقول لك زي ما بيقولوا يومين يسوون لك فحص سيكل وهذا ولا لا؟ مفيش 5 دقايق. القضيه كلها ساعتين زمن وهتاخد الليسن. حلو.
في شغله ثانيه ولا خلاص؟ في حاجات كتير، بس يعني ايه الشيء اللي انت مهتم بيه وانا اكلمك فيه. ففي حاجات كتير. الله يلعنهم ريحه كنجه. اه على العموم الله يعطيك الصحه بس والعافيه. اهم نقطه، اهم نقطه يا ابو سالم يا حبيبي، اهم نقطه هي يحب الشاي. هذا مدمن شاي. اهم نقطه باكد فيها عشان بتزعلني. ايوه بتزعلني جدا، وكلمت فيها كتير. ما فيش حد اسمه وكيل او مرشد مسؤول لحد بيجيبه المستشفى. الكلام ده مش مظبوط. بيض الله يعني وجهك. بالمصري كده بتاعنا كده، وانتم بتفهموا كلام المصري، نصب. ايا يكن مين اللي بيعملها، ما فيش حاجه اسمها وكيل او مرشد. على العموم الله يعطيك الصحه والعافيه، ونورتني اليوم. الله يكرمك يا ابو سالم، ده شرف لي. وبعد اذنك الشغله اللي اجيبها بعد شوي بنصور. انت عزيز وغالي. انت تحب السكر يا سكر. عزيز، انت عزيز وغالي يا ابو سالم. اصور انا وياك بس. لا انت تتفضل، والله على فكره ناس كتير، انت اول واحد والوحيد اللي صورت معاك. يعلم الله. على العموم صحه وعافيه. حبيبي الله يصلح حالك. ويا جماعه والله سبحان الله، طلبت غدا وقال لي بروح وارجع، قلت له شك ولا جاي؟ قلت شوف، قال ايش؟ قلت والله اذا ما تاكل معاي والله العظيم لا عاد اسلم عليك ولا اقعد معك. عرفتوا؟ كل الرجال والله. انا كليت واجد ولا شوي؟ انا كليت واجد ولا شوي؟ لا لا والله شوي. لقمتين. لقمتين. لاني قاص معده، صحه وعافيه. يلا السلام عليكم، يعطيكم الصحه والعافيه، شكرا على المعلومات الجميله. راسنا والله عزيز وغالي. ونورتنا والله يرحم والديك. الله يكرمك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم.